اهلا بيكم حبايبي الحلوين، برحب بيكم على قناه فيفي تساهر للطبخ. بشكركم جدا على تعليقاتكم وعلى تشجيعكم للقناه، مع ان انا شايفه الفتره دي مفيش تفاعل كتير، واتمنى ان شاء الله ان يكون في تفاعل في الفتره الجايه، وان انا اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم دايما فيديوهات جميله وحلوه وتكون سهله وخفيفه وتكونوا حابينها وتجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه. اتمنى ان شاء الله انتوا تدعموا القناه وتكتبوا لي رأيكم بكل صراحة، سواء بالكويس او بالوحش. انا بتقبل كل الاراء، واشكركم جدا 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 على تشجيعكم ليا. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم. بشكر كل صحباتي اللي هنا في ايطاليا اللي بعتوا لي امبارح على الماسنجر. إيه بشكركم جدا جدا على التعليقات الجميله اللي بعتوها لي عشان الفقاس، واتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. ولو في اي حاجه ما نزلتش على القناه وعايزين تستفسروا عنها ابعتوا لي ان شاء الله على الخاص، وانا معاكم في اي حاجه تحتاجوها. احنا النهارده بقى هنعمل حاجه تانية جميله قوي. هنعمل مع بعض الكوارع. الكوارع في ناس كتير اول ما بتسمع اسمها بتتخض كده وما بيحبوهاش، بس احنا بصراحه هنعملها بطريقه جميله قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. الكوارع ناس كتير مش بتحبها لانهم بيغلوا الميه، بيحطوا فيها الكوارع ويحطوا فيها البصل والملح والفلفل الاسود وخلاص على كده. لا طبعا الكوارع مش كده خالص، الكوارع لازم تعمليها وتشوحيها عشان تحسي بطعمها. احنا النهارده هنعملها مع بعض بطريقه جميله قوي، اتمنى ان شاء الله انتوا تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات تقولوا رايكم فيها ايه. انا اول حاجه معايا الكوارع، حضراتكم هتلاحظوا ان هي صفرة شويه، بصوا مش بيضه، ماشي، بس هي من جواها بيضه ما شاء الله زي الفل، هي ما فيهاش اي حاجه، بس دي صفرة لان انا بجيبها من عند الجزار بتكون متشيطه، فبسم الله ما شاء الله ما فيهاش ولا شعرايه. فعلا بامانه ربنا نضيفه جدا 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 جدا، ما فيهاش شعرايه، انا ما شفتش بتاعه مصر كده. بصوا بامانه ربنا والله ما فيهاش ولا شعرايه، فما شاء الله عجبتني قوي قوي عن البيضه. البيضه لقيتها فيها شعر فهو نصحني بدي، وانا من يوم ما جربتها بامانه ربنا هي جميله جدا. انتوا لما بتجيبوها بتكون لونها بني محروق، بتكون غامقه قوي. انتوا بتاخدوها بتنقعوها، انا بحط لها ميه وملح وسكر وشويه بيكربوناتو، وبحط عليها اوريجانو وروزمارين ومطحونين عشان الريحه بتاعتها بتروح خالص من الغسيل ده. وبمسكها بقى بالليفه بتاعه الاكل وبقعد اغسلها كويس جدا، كل البني اللي فيها بيروح، بتديك اللون الفاتح الجميل قوي ده. تمام، تعالوا بقى عشان ما اطولش عليكم هنشوف احنا هنعملها ازاي. احنا معانا الكوارع طبعا الكميه اللي انتوا تحبوها، عايزين تجيبوا واحده اتنين تعملوا نص على قدكم اللي يريحكم. معانا بصلتين اتنين كبار وطماطميتين اتنين وراس توم، دول اساسي مفيش غنى عن اي حاجه فيهم. معانا معلقه زبده، معلقه سمنه، معلقه زبده اللي موجوده عندكم. نيجي بقى للتوابل بتاعتنا اللي بتديها نكهه جميله قوي للشوربه. هناخد معانا معلقه صغيره ملح، طبعا الملح احنا هندوق وهنشوف الطعم، طبعا ظبطوا الملح حسب ما انتوا تحبوه. معانا معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره حبهان مطحون، معلقه كاري صغيره، ورشه جوز الطيب، ومعلقه فلفل اسود، وكم حبه وكم حبه مستكه، وحتتين صغيرين قرفه، ومعانا ورق لورا ومرمريه مجففه، ورشه جوز الطيب، وواحد مكعب مرقه خضار. انا بحط مرقه خضار مش مرقه دجاج، لو حابين تستغنوا عنه مفيش اي مشكله. تعالوا بقى نبتدي مع بعض كده على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. اول حاجه الكوارع انا بعملها في الحله الضغط عشان بتاخد معايا وقت، فبحب ان انا اعملها في الحله الضغط. طبعا حضراتكم لو مش مستعجلين عليها اعملوها في حله عاديه، دي حاجه ترجع لكم. اول حاجه هعملها، تعالوا بقى معايا على البوتاجاز ان شاء الله. هنولع البوتاجاز على الحله بتاعتنا اهو، يا رب ان شاء الله كده بس يكون واضح. اظبط لكم الاضاءه اهي. انا ولعت كده على الحله بتاعتي. اول حاجه هنعملها هننزل بالزبده اللي معانا. طبعا الخطوه دي مهمه جدا عشان احنا كده بنعمل النكهه بتاعه الشوربه بتاعتنا. تمام، التشويحه اللي احنا هنعملها دي هي اساس طبق الشوربه بتاعتنا. بامانه ربنا يعني لو ما جربتوهاش هتخسروا كتير، فنصيحه مني جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. ثواني كده اظبط لكم الاضاءه. احنا اول حاجه هنعملها اهو، هنسخن الزبده. بصوا اول حاجه هننزل بيها المستكه عشان تدوب معايا في الزبده. تمام،
هنقلبها كده تقليبه. ريحه المستكه طلعت، بصوا صدقوني الخطوه دي جميله جدا، بتدي فعلا نكهه حلوه. نخليها بس تسخن شويه كمان وننزل بكل التوابل اللي موجوده. تمام. هنخليها برضو التوابل اللي معانا تطلع ريحتها. ثواني كده هي واضحه. بس مش عايزه اقرب قوي عشان الصوت والصوره يكونوا واضحين الى حد ما. تمام. بصوا حبايبي الريحه والله طلعت فعلا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا الشكل الجمال اصلا، يا رب تكون واضحه كده. هننزل بقى، هنجيب الحاج جنبنا، هننزل عليهم بالثوم. تمام. انا حاطه الثوم صحيح مش مقطعاه، والطماطم انا بس هتك عليها تكيه كده خفيفه اهي. بصوا طلعت ريحه بسم الله ما شاء الله، والله فعلا نفسي يعملوا اليوتيوب بالريحه يعني نفسي نتفرج بالريحه بتاعه الاكل بتفرق فعلا بامانه ربنا كتير جدا. بصوا انا بتك على الطماطميه، بصوا بتك عليها بايديا مش بقطعها. تمام. هنيجي بقى على البصل، انا هقطعها برده كده 4، مش هقطعها حتت صغيره، وهحطها برده في حله. تمام. برضو هنقلبهم مع بعض تقليبه. بصوا بقى الجمال، والله ما في احلى من كده. بصوا نفسي تشموا الريحه، والله نفسي تشموا الريحه فعلا. ناخدها كده تشويحه. تمام. هننزل بقى بالكوارع اللي معانا. انا عشان ما اطولش عليكم بقى هنزل الكوارع. انا نزلت كميه الكوارع كلها اهي. هنشوح فيها شويه تشويحه كده، هي طبعا مش هتتقلب معايا، انا هنصفها كده. بصوا الجمال، بصوا بجد اللي مش هيجرب الطبق ده وبالطريقه دي هيندم كتير قوي. انا شوحت فيها كده وفضلت اهز فيها كام دقيقه بس مش كتير عشان ما تلسعش مني من تحت. وهنزل بقى بالميه بتاعتي. بسم الله. هديها كميه الميه بتاعتها حبايبي. انا كده حطيت لها كميه الميه بتاعتنا، لما هتغلي هدوق ملحها، ولو لقيتها عايزه ملح هنظبط ملحها، وهنقفل عليها الحله الضغط وهنسيبها لحد ما هتستوي، وهرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. فاثناء ما هي بتستوي تمام احنا بقى هنحمص العيش وهنعمل الرز. بس احنا كده قفلنا عليها مش قبل نص ساعه على ما هفتح عليها تاني، لان حضراتكم عارفين ان الكوارع بتاخد وقت. تمام. احنا بقى كده هنحمص العيش. انا بستعمل العيش السوري. تمام. بنقطعه، انا بس مش عايزه اطول على حضراتكم في الفيديو اكتر من كده. بنقطعه. انا مش عايزه اطول على حضراتكم فاعذروني، انا بس عايزه امشي معاكم في الخطوات بالراحه، عشان ناس كتير بصراحه اشتكت من الكوارع ان هي مش بتحبها، ومن ضمنهم اختي وانا الحمد لله حببتها فيها، يعني بقت هي اللي بتطبخها لوحدها. انا بستعمل العيش السوري لانه بيبقى اخف من العيش الفرنشيزي. العيش الفرنشيزي بصراحه بستثقله يعني في الفته، بحسه بيكون تقيل. انا كده خلصت اهو تقطيع العيش. تمام. هحط عليه شويه زيت زيتون صغيرين لان بصراحه بحبه يتحمر بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير يعني، حاجه كده بس ايه بتديله تحميصه حلوه في الفرن. تمام. احنا كده بقى هنحمصه في الفرن لما ياخد معانا اللون الذهبي، وهنعمل رز ابيض، وهنرجع دلوقتي مع حضراتكم نعمل الصلصه. حبايبي احنا هنا بقى في المرحله دي هنجهز معانا الصلصه بتاعه الكوارع والفته. انا عندي الكوارع استوت اهي، طلعتها في صينيه اللي انا هدخلها فيها الفرن، بس هنعمل الصلصه الاول عشان ندهن وش الكوارع قبل ما ندخلها الفرن. تعالوا بقى معايا كده على البوتاجاز نعملها سوا. انا اول حاجه حطيت 3 فصوص ثوم، ومعاهم نص معلقه زبده، مش كتير يعني عشان ما تبقاش دسمه قوي اكتر من كده. هنشوحهم بس تشويحه. استنى بس تفك معايا كده. هنتبل فيها الثوم.
حبايبي انا صفرت البصلايه الثوم معايا اهو. بصوا انا مش هحمره، انا بس صفرته كده، خد معايا لون ذهبي حلو. تمام. هنزل عليه بقى بالصلصه بتاعتي. بسم الله. هنسيبها كده تغلي شويه مع بعضها. هنظبط ملحها، هنحط لها ملح وهنحط لها فلفل اسود. ثواني. ملح خفيف، والفلفل الاسود برضو هنحط رشه خفيفه عشان نحط كتير يعني، رشه كده على وشه. هنخليهم يتسبكوا مع بعض حبه. هوطي عليها النار وهسيبها مش اقل من 10 دقايق. تمام. هحط لها كمان معلقتين خل، شويه شويه كده، تقريبا معلقتين من بتاعه الاكل. هنسيبها بقى مع نفسها شويه كده 5 دقايق، موطين عليها النار ونرجع لها تاني. حبايبي احنا عندنا الصلصه بتاعتنا استوت اهي ما شاء الله، اتسبكت بقت حلوه. هندهن بقى وش الكوارع بتاعتنا كده، لانها ما شاء الله لما بتاخد الدهنه دي وبتخش فيها الفرن بتبقى جميله جدا. هندهنها بقى كلها كده كويس. وكمان الصلصه احنا هنكترها شويه عشان تنزل كده تحت وتشرب كلها من نفس الصلصه. ندهنها كويس، اهم حاجه انها بصراحه بتديها طعم حلو وبتديها لون كمان كويس. ما شاء الله اهي، ريحتها بصراحه جميله جدا، بالف هنا وشفا يا رب كده للي ياكل اهي ما شاء الله. هدخلها بقى الفرن تتحمر وهنعمل الشوربه بتاعه الفته. احنا هنا بقى حبايبي هنعمل الطشه بتاعه الفته. احنا معانا برضو 4 فصوص توم ومعلقه زبده مش كبيره. هنحمر بس التوم برضو كده، هنتبله ويصفر معانا. حبايبي انا معايا التوم اهو بقى لونه ذهبي ما شاء الله. هوطي بقى النار في الحته دي عشان الخل، هننزل عليها بشويه خل. بس الطشه بقى دي اهم مرحله في الفته كلها بصراحه يعني. انا بالنسبه لي الفته كلها في الفته دي اهي قبل ما يغلي عشان بيقطع على فكره. بصوا هننزل عليه بقى بشوربتنا الجميله ما شاء الله. الشوربه اصلا حاجه تحفه. بصوا الشوربه انا مش هصفيها لان انا بحب البصل والثوم والحاجه بتاعتها. لو حضراتكم حابين تصفوها انا بصفيها لما باجي اقدم الشوربه بس، انما لما بكون هعملها كده في الفته مش بصفيها. تمام. الشوربه بقى بتاعتنا تغلي ونعمل طبق الفته بتاعنا نطبقه مع بعض. بصوا بقى حبايبي انا هنا العيش بعد ما حمصته حطيته في صينيه بايركس، واحده غويطه وواحده مش غويطه، ده الغطا بتاعها. انا بستعمله برضو اطباق تقديم، فانا هعمل في الاتنين. ممكن تعملوه في صينيه واحده كبيره، ممكن تعملوه في اطباق زي دي. انا ساعات بعمل في دول، بعمل مثلا ال5 اطباق يبقى كل واحد ياخد الطبق بدل ما نغرف. ممكن اعمل في دي، فمفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لحضراتكم. هنحط عليها بقى الشوربه بتاعتنا اللي احنا ضايقينها ومظبطينها وما شاء الله زي الفل. عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو اكتر من كده حبايبي انا سقيت العيش اهو. بصوا ما بحطلوش ميه كتير، الشوربه مش كتيره قوي وبرده مش قليله عشان ما تبقاش ناشفه. هسيبه بس يشرب شويه كده وهحطه على وش الرز وهنوريه لحضراتكم هنقدمه ازاي. حبايبي دي شكل الكوارع بتاعتنا بعد ما خلصت وعملنا جنبها الفته. احنا عملنا الاول العيش وبعد كده حطيت عليه رز ابيض. الرز انا عاملاه زبده ومستكه ومشوحه الرز ومسوياه، حاطه على وشه الصلصه اللي احنا عملناها في الاول ورشه فلفل اسود خفيفه. والشوربه احنا صفناها اللي هتنشرب، احنا صفناها الاول. تمام.
والكوارع اتمنى ان شاء الله تجربوها. بس بجد الاكله دي اللي مش هياكلها فايته كتير جدا. الاكله دي فعلا عايزه الناس الاكيله اللي بيحبوا الاكل البلدي. إيه، اتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للقناه، تكتبوا لي كومنت حلو وتدعوا لي دعوه من قلبكم. اشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو تاني جديد ومميز مع فيفي تسهل للطبخ.